السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الحجازيه بطريقه سهله وبسيطه، ومقادير موجوده عندنا في كل بيت. بقالي فتره مش بعمل فيديوهات، قلت كده اقوم اتشجع معاكم واعمل حاجه حلوه كده نغير بيها نفسيتنا. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. كان عندي نص كوبايه من اللبن الرايب، استخدمت كوبايه من السكر، نص كوبايه من الميه، معلقه من الخميره، رشه ملح كده، كوبايه من السمنه. عايز تستخدمي سمنه على زيت ماشي، كوبايتين من دقيق عادي، وثلاث كوبايات من دقيق السميد. لو انت حابه تخليهم نص ونص اللي يعجبك، بس انا استخدمت 3 كوبايات من الدقيق السميد، كوبايتين من الدقيق العادي. خلاص يلا بينا بقى نعملها. اول حاجه هخلط الدقيق العادي على دقيق السميد كده زي ما انتم شايفين كده، هقلبهم كويس قوي بحيث ان هو يختلط ببعضه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هحط الخميره والملح كده، وحطيت كوبايه السكر وهبدا اقلبهم برده كويس. بعد كده هنزل بالسمنه بقى عشان اقلبها عليهم كويس. عايزه تستخدمي سمنه على زيت ماشي، بس خلي بالك ان الزيت بينشفها زياده. يعني لو انت عايزه تديها طراوه، كل ما انت عايزه تديها طراوه حطي سمنه، يعني استخدمي اكتر السمنه اكتر. انا ما حبيتش استخدم زيت لان انا حابه ان هي يبقى فيها طراوه كده طعمها احلى. انا كنت مره مشاريها من محل، يعني محل فاخر قوي، فكنت حسيت باختلافها جامد عن المحلات اللي بنشتريها من بره. يعني بجد في محلات كانت بتحس ان هي مش ناشفه جامد، فاهمين؟ يعني يبقى فيها طراوه كده. فانا قلت المره دي هعملها بالسمنه خالص. يبقى هنا حطيت السمنه، وبعد كده حطيت الميه، وحطيت اللبن زي ما انتم شايفين كده. هبدا اقلبهم كده، ما تقلبيش كتير، احنا يا دوبك كده بنقلبها في بعضها. يعني التقليب بس ان احنا بنخلط المكونات عشان العجينه ما تشدش معاكي. خلاص كده قلبناها كلها كده مع بعض كده اهي. هسيبها كده بقى وابدا اعمل الحشوه بقى الداخليه. جبت معايا كوبايتين من السميد، 3 معالق من القرفه، نص كوبايه من الميه، كوبايه من السكر. انا عايزه اقولك لو انت عايزه تعززي اللون استخدمي كاكاو، ممكن تحطي معلقتين من الكاكاو لو انت عايزه اللون بتاعها يبقى بارز قوي يعني، بس انا كانش عندي كاكاو. يبقى انا استخدمت كوبايتين من دقيق السميد، كوبايه من السكر، نص كوبايه من الميه، وحطيت زي ما انتم شايفين كده 3 معالق من القرفه. احنا عايزينها تبقى عامله زي الرمله المبلوله كده زي ما انتم شايفين كده. قلبتها كويس كده، وهبدا بقى ايه احضر بقى الصينيه اللي هعملها فيها. اهم حاجه اخلطي المكونات دي كلها ببعض كويس. جبت كده العجينه قسمتها كده لجزئين، احنا مش بنسيبها تخمر، احنا اول ما بنخلص بنروح على طول ايه شغالين بيها في الصينيه. الصينيه ما دهنتهاش حاجه لان هي فيها سمنه، فمش محتاجه انت تدهنيها اي حاجه. هبدا افردها كده وتفرديها بالتساوي بحيث ان كلها تبقى زي بعضها، يعني مفيش حته عاليه وحته واطيه. حاولي تفرديها وانت بتحسيها بايدك كده وانت بتفردي، ولما تفرديها اعملي ليها كده زي سور كده بحيث ان لما تحطي الحشو ما يقعش يعني. زي ما انتم شايفين كده اهو. لقيت حبه مش متقلبين كويس بقلبهم، وارد عادي. انا بصوا اي خطا ما شلتهوش بحيث تبقى عارفه كل حاجه يعني. هبدا بقى افرد كل الخليط ده كويس، ولما تحطيه برده لازم تسويه عشان ما يبقاش جزء عالي وجزء ايه واطي، تبقى كلها نفس الارتفاع اهو. ابدا اسويها كده كويس زي ما انتم شايفين كده. طبعا لازم تستخدمي ايدك لان ايدك هي الايه المقياس اللي تعرفي ان السمك عالي او واطي. خلاص فانا سبت المعلقه كده وهبدا اعملها بايدي كده بحيث ان انا اتاكد ان كلها نفس الارتفاع زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده خلصت كده الجزء اللي تحت كده، هبدا بعمل الجزء اللي فوق. هبدا كده افردها على الكيس، بس من الافضل بقى عشان ما تقعش منكم زي ما وقعت هتقع مني، المفروض تحطي اللي هو مفرش العجين ده اللي هو السيليكون، او افرديه على اي صينيه وبعدين حطي الكيس. لاني بصوا لما جيت اقلبها طبعا كنت خايفه انها تتقلب مني، بصوا فقلبتها في مكان غلط، يعني ما جاتش على الصينيه قوي زي ما انتم شايفين كده. لكن هي لو كانت مظبوطه انا كنت عايزه احطها بسرعه عشان ايه الكيس ما كانش محمل قوي. فمن الافضل تحطي على صينيه وبعد كده حطي الكيس، او حطي على بتاعه العجن دي اللي هي المفرش السيليكون ده، وبعدين حطي الكيس وبعدين افرديها عشان تعرفي تشيليها يعني. خلاص بعد كده بتسويها عادي كده زي ما انتم شايفين كده، بس انا عالجت المشكله يعني. خلاص اهو هنبدا نسويها كده كويس، وطبعا اتاكدي ان كلها نفس الايه ارتفاع، ما تبقاش في حته تخينه وحته ايه رفيعه. سويتها كده زي ما انتم شايفين كده اهو، فردتها كده اهو زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده كنت خلصتها. هبدا بقى اعملها اشكلها من بره، بجيب شوكه كده وابدا اعمل لها شكل كده من بره، ده عشان الزواق. بالنسبه للتشكيل ده ما بيروحش لان احنا اصلا مش بنسيبها تخمر، وبيتني فيها وبيديها شكل حلو اهو. هعملها بالشوكه كده خطوط كده بالطول وخطوط بالعرض. عودي نفسك دايما وانتي بتعملي اي عمل تذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. قولي سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله، نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب اليه. عودي نفسك كده على ذكر الله وانتي بتعملي اي عمل، الا بذكر الله تطمئن القلوب. شكلتها زي ما انتم شايفين كده. طبعا بتكوني مسخنه الفرن على درجه حراره 180، هي بتقعد في الفرن كده زي 25 دقيقه، وبتطيب كده على نار هاديه عشان تبقى طيبه كويس.
خلاص هبدا اقطعها. تقطعيها قبل ما تحطيها في الفرن عشان تبقى لما تيجي تستخرجيها يعني وتيجي تيجي تطلعيها تطلع معاكي بكل سهوله. قطعتها كده، حابه تقطعيها مربعات، حابه تقطعيها مثلثات، اللي يعجبك قطعيها الحاجه اللي انت ايه حباها زي ما انتم شايفين كده. انا مشيت على التقطيع كمان مره اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هبدا بقى احطها في الفرن واوريها لكم بقى لما تطلع. ده شكلها بعد ما طلعت اهي. هي المفروض ان انتي تطلعيها بقى تسيبيها تبرد وبعد كده تطلعيها يعني. انا ما استنيتش الصراحه عشان كنت عايزه اخلص الفيديو، فبص يعني بطلعها كده وهي سخنه فعشان كده بتتقطع معايا. لكن هي لما بتسيبيها تبرد، كل ما بتسيبيها تبرد بتجمد كده وتمسك زياده وبتديش، بيبقى فيها برضو جزء من النشفان يعني. هي تبقى ناشفه شويه، مش بتبقى طريه خالص ولا ناشفه جامد يعني، بتبقى فيها نشفان شويه. في ناس بيحطوا عليها يعني شربات. لو انتي حابه تحطي حطي، احنا بالنسبه لنا مش بنحط عليها شربات، احنا بنحب ناكلها كده يعني. لو انتي حابه تسكريها كمان ممكن تحطي لها كمان شربات، لكن احنا بنحبها كده تبقى يعني فيها جزء من النشفه وفي نفس الوقت طريه، مش ناشفه جامد ان هي توجع السنان وكده، ولا طريه جامد زي الكيكه. لا، هي كل ما بتسيبيها بتنشف ويبقى طعمها حلو. بصوا هي بس بتقطع كده عشان ايه كانت سخنه، لكن بجد كان طعمها حلو جدا. سمكها كمان كان حلو قوي، شكلها ما شاء الله حلو. الرسمه ما طلعتش، ما هو يعني ما راحتش منها لاني انا ما سبتهاش تخمر. انا اول ما خلصتها حطيتها على طول فين في الفرن اهو زي ما انتم شايفين كده اهي. عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا جدا، طعمها حلو جدا بجد. جربوا الطريقه دي وقولي رايكم في التعليقات، هستنى تقولي رايكم في التعليقات. زي ما انتم شايفين كده اهو. اقطعها بقى احطها في طبق التقديم، بس من الافضل انتي تقطعيها لما تبرد. انا بس عشان كنت عايزه اخلص الفيديو فقطعتها وهي ايه سخنه اهي، لان طبعا الاولاد كانوا عايزين ياكلوا منها فانا ما استنيتش طبعا انها تبرد يعني. عشاق القرفه بقى هم اللي بيحبوا الحجازيه، انا بحبها جدا يعني. طبعا كل ما بتسيبيها تبرد كل ايه ما بتدي تنشف شويه يعني. بصوا شكلها حلو ازاي والله وطعمها حلو جدا. جربوها وقولوا رايكم في التعليقات. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. اتمنى لو عجبكم بقى متنسوش تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب ودعمونا بقى عشان يوصلكم كل جديد. كده قطعتها معاكم اهو. بصوا شايفين الرسمه ما راحتش منها ازاي. ارتفاعها حلو، طعمها جميل جدا، احلى بكتير طبعا من نشتريها من محلات. لان احنا طبعا عاملينها بسمنه، هما في اغلب المحلات بيعملوها بزيت فبتبقى ناشفه قوي. لا هي كده فيها نشفان وفي نفس الوقت اللبن مديها هو والسمنه مديها طعم حلو. هسيبكم بقى تجربوا الطريقه دي وتقولوا رايكم في التعليقات. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، واقول لكم بقى في امان الله واترككم في رعايه الله وامنه، واقول لكم مع السلامه.